بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظت إن في ناس كتير بتتأثّر أوي بانفعالات الناس، يعني حد بَص له وِحِش، حد اتكلّم معاه بطريقة مش كويسة، حد قلِّل منّه في meeting مثلًا، وهو في البيت الأب قال له حاجة، قاعد مع أصحابه، واحد من أصحابه اتريق عليه. في ناس بتتخنق بقى من الكلام ده، وما بتعرفش ترُد، بس إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إن الناس اللي ما عندهاش ثبات النفس بقى، بيحصل إيه؟ إن القلب بيطلّع شعور مضاد، حد انفعل أو حد قلِّل منّي، فالقلب يروح مطلّع شعور مضاد سلبي. once إن قلبك طلّع شعور مضاد سلبي، اللي هو حزنت، غ حصل غضب، اتضايقت، بيحصل إيه؟ بيبدأ العقل يطلّع أفكار متتالية سلبية، فياخدك كده يسحبك في غفلة. ليه؟ لإن أنت ما عرفتش تتعامل مع الموقف. هي الفكرة في الحياة إن أنت في الدنيا ما تلبسش مشاعر خالص، طول ما أنت ماشي ما تلبسش مشاعر، ما تاخدش حاجة personal، ما تاخدش حاجة personal. طبعًا أنت عشان تقدر تتعامل مع حاجة زي دي، أنت لازم تتعامل معاها بالتوجيهات اللي ربنا قال لنا عليها، ما هو أنت مش هتعرف تدير نفسك من غير التوجيهات اللي خلقك قال لك عليها، لأن ربنا في القرآن هو قايل لنا كل حاجة بالتفصيل، بالتفصيل. فأنت في مواقف زي دي أنت تعمل إيه؟ يعني بُص الآية دي، الآية دي فيها موقف مثلًا، آآ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أهي الناس أهي بتمكر، بتعمل إيه بقى اللي بيمكرون دول؟ بيسيبوا الإنسان بالضيق، بيخلّوه صدره ضيّق كده، في خنقة، تمام؟ بس في الآية نفسها هي مديّة الدوا، إيه؟ اصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر ده يا جماعة ده صفة أنت ممكن تطلّعها منّك، بس لازم تطلّعها وهي متصلة برب العالمين. يعني أنا هاصبر بنيّة، وما صبرك إلا بالله، لإن الصبر ده كده مع نَفْسك مش هتعرف، مش سهل خالص الصبر ده، بس لو عرفت تصبر أنت بتتنقل في مكان تاني خالص. ف فالصبر هنا إيه، الصبر هنا حماية، هنا درع للقلب من المشاعر السلبية، بتخلّيك ما تحسّش بأي حاجة، بتخلّيك بتتقبّل كل حاجة، بس ما بتخشش في قلبك، ما بتطلّعش شعور، لإن الإيمان مع الشعور السلبي مش بينفعوا مع بعض، ما ينفعش إن أنا مؤمن وعندي مشاعر سلبية، ما ينفعش، لازم دايمًا أرجع. حلو؟ عشان كده ربنا وضّح لنا، طَب أنت عايز تصبر، ممكن في آية تانية بتقول: "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين." ضمان أهو، إن الله مع الصابرين. اللي ربنا معاه خلّي بالك، لمّا ربنا يقول إن الله مع الصابرين يبقى هو معاهم فعلًا، معاهم بجد يعني، بجد يعني، وأنت بتتحرّك بالصبر هو ربنا معاك، فأنت لو ربنا معاك ما ينفعش أصلًا يبقى في طَلْع مشاعر سلبية، بس ربنا آآ وجود ربنا معاك لا يصح مع المشاعر السلبية، يعني ما ينفعش إن أنا أبقى غضبان، عندي غضب وعندي غِل وعندي حقد آآ وعندي حزن ومخنوق ومعايا ربنا، إزاي يعني مش هيبقى معاك أصلًا، لازم يبقى في الصبر، إن الله مع الصابرين. الناس الهادية اللي بتعمل كل حاجة بالراحة، اللي ما بتنفعلش، بس ما فيش انفعال بييجي كده، لأ، هو هادي خالص، ما بياخدش الحاجات personal، هو صابر، صابر. الصبر ده حاجات كتير أوي يعني، أوكي، منها إن أنت تتعامل مع المصيبة بالراحة، منها إن أنت تتعامل معاها بهدوء، منها إن أنت تعمل الحاجة بخشوع. الصبر ده umbrella كبيرة جدًا يعني، أوكي. فلو أنت عرفت تستعين بالصبر وتفضل متصل برب العالمين وأنت صابر، خلاص ألف مبروك عليك، حماية تامة ليك من المشاعر السلبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.